في الأول كلمينا إيه الفرق ما بين الآلام الحادة والآلام المزمنة؟ في مصر معظم البروسبكتيف الهيلث كير دكاترة وأدوية. في عالم آخر بره الطب والأدوية اللي هو بنسميه نون انفيزيف نون سيرجيكال، كله بيشتغل لهدف واحد انه يقلل الألم ويقلل الاحتياج للسيرجري أو للميديكيشن. المريض اللي بيجي يتعالج في البين كلينيك بتكون توقعاته بالنسبة لنسبة التحسن قد إيه؟ وبيكون متوقع إن هو هيتحسن بعد قد إيه مدة؟ العيان بيجيلك متدمر بقاله 5-6 سنين مش قادر يقوم من على السرير، وبعدين ياخد جلسة واحدة يقول إيه ده؟ جلسة ما اشتغلتش. وأول ما يهت ال50s and 60s الانشورنس يبتدي either left the job أو الانشورنس مش موجود، يبتدي الأوجاع تبان بتزيد وتزيد مع السن كمان. يبقى الانشورنس موجود، الاقي الناس تيجي تقول لي يا انا عندي الانشورنس ده بقالي 10 سنين عمري ما استعملته.